هو واحد من أشهر فناني الكوميديا، نجح مع فرقته المسرحية في تقديم الكثير من العروض الضاحكة. فمن هو نجيب الريحاني؟ وإيه هي حقيقة مسلسل الضاحك الباكي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو ده. ياريت كل اللي يشوف الفيديو يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس عشان توصله كل الفيديوهات. هو الممثل والفنان البارع نجيب إلياس ريحانة، اتولد في 21 يناير 1889 لأب عراقي مسيحي كاثوليكي وأم قبطية من صعيد مصر. ترتيبه الثاني بين إخوته الثلاثة. والده دخله مدرسة الفرير الفرنسية بالخرنفش وفضل فيها للمرحلة الثانوية، لكنه مخدش شهادة منها. اتعرف عن نجيب الريحاني إنه كان بيشارك في المظاهرات القومية، وكان مناصر كبير جدا لحزب الوفد المصري. أتقن نجيب الريحاني اللغة الفرنسية بطلاقة، وده كان أحد أسباب شهرته، لأنه قام بترجمة معظم أعمال الأديب الفرنسي الساخر موليير اللي أثرت على شخصيته بشكل كبير جدا. بعد وفاة والده اتفاجئ نجيب واخواته ووالدته بأن أبوه أوصى بكل اللي يملكه لأخته وبنتها، وساب زوجته وأولاده من غير ولا مليم ومفيش مصدر دخل يقدروا يعيشوا منه. أغلب الظن إن الحادث ده ترك في نفس نجيب مرارة شديدة، والدليل على كده إن نجيب لما كتب مذكراته ما جابش سيرة والده فيها خالص. نتيجة لسوء الحالة المادية ساب نجيب المدرسة واشتغل بوظيفة كاتب في البنك الزراعي بالقاهرة، ويشاء القدر أن يكون زميله في البنك هو الفنان المسرحي عزيز عيد. نجيب ما كانش مواظب خالص على الحضور يوميا للشغل، لأنه كان بيروح يحضر العروض المسرحية، وده كان سبب في فصله من البنك. في الوقت ده عزيز عيد كان أنهى دراسته في جامعة لبنان وتعلم الفن في المسرح الفرنسي، وبسبب حب نجيب الشديد للفن انضم ليه ولفرقته. بعد فترة نجيب ساب الفن وعينه خاله بوظيفة كاتب حسابات بشركة السكر بنجع حمادي بالصعيد. كان بياخد منها 6 جنيه راتب شهري، لكن نجيب استقال وفضل انه يرجع للقاهرة تاني. نجيب الريحاني وعزيز عيد ملقوش غير مقهى بريطانيا عشان يقضوا عليه وقتهم. المقهى ده في الوقت ده كان زي نادي للفنانين العاطلين. كان بيملك المقهى ده راجل يوناني اسمه بريكلي، كان بيحب الفن والتمثيل، وكان بيجتمع عنده استيفان رستي وأمين عطلة وأمين صدقي. ميسيو بريكلي ساعدهم وأجر لهم مسرح الشانزليزيه بالفجالة. ما كانش مسرح يعني بالمعنى المفهوم، كان شبه الجراج، لكنهم جهزوه وجمعوا فرقة، وقرروا قرار غريب جدا جدا وقتها إن أي حد عايز يتفرج يجيب كرسي معاه وهو جاي. انتعشت حالتهم الاقتصادية وأنشأوا مسرح مكان سينما كايرو بالاس بشارع عماد الدين، وده كان نقطة تحول كبيرة في حياة نجيب الريحاني. كون فرقة تمثيلية بتشيل اسمه وانضم ليه سيد درويش وبديع خير. ما استمرش نجيب كتير مع فرقته وفشل مرة أخرى. رجع نجيب تاني يقعد على مقهى بريطانيا، وفي يوم جه ستيفان روستي يعرض عليه شغل في مسرح أبي دي روز. على المسرح ده ابتكر شخصية كشك الشهيرة عمدة كفر البلاص اللي ارتبطت بعد كده باسم نجيب الريحاني. اشتغل بعد كده على مسرح رينسانس بشارع فؤاد الأول اللي هو شارع 26 يوليو حاليا. بعد كده الريحاني وفرقته عملوا جولة في تونس والجزائر، قدموا من خلالها عروضهم هناك، لكنه في النهاية فضل الرجوع لمصر مرة أخرى، وقدم مع بديع خيري صديق عمره حوالي 33 مسرحية، من أهمها مسرحية الجنيه المصري سنة 1931، الدنيا لما تضحك سنة 1934، حكم قراقوش سنة 1936، مسرحية إلا خمسة عام 1943، خلي بالك من إبليس 1916، وغيرها كتير جدا من الأعمال الفنية العظيمة. أما عن حياته الشخصية وزواجه، فنجيب الريحاني اتجوز بديعة مصابني اللي اشتركت أمامه في بطولة مسرحياته، ولكن الجواز ده ما استمرش كتير نتيجة للخلافات، وبالفعل طلق الريحاني بديعة قبل وفاته بعامين.
اتجه الريحاني بعد كده للسينما اللي ليه فيها عشرات الأفلام الجميلة. في سنة 1934 قدم شخصية كشك بيه في فيلم صاحب السعادة كشك بيه، وقدم كمان حوادث كشك بيه سنة 1934، وقدم ياقوت أفندي في عام 1934، وقدم برضه بسلامته عايز يتجوز عام 1936، وسلامة في خير وأبو حلموس ولعبة الست وسي عمر وأحمر شفايف. اتوقف الريحاني عن الشغل لمدة سنتين، وفي لقاء صنعته الصدفة قابل الريحاني الفنانة الجميلة ليلى مراد في أسانسير عمارة الأموبيليا اللي كانوا ساكنين فيها مع بعض، وقال لها: يا ست ليلى، أنا نفسي أمثل معاكي فيلم. كان رد ليلى مراد على الفور: أنا كمان يا نجيب. واتفقوا على فيلم غزل البنات، وانضم ليهم أنور وجدي وعميد المسرح العربي يوسف بيك وهبي. وتشاء الأقدار أن يرحل نجيب الريحاني قبل عرض الفيلم بشهر واحد عام 1949 ميلادية، وتم اختيار الفيلم ضمن أحسن 50 فيلم في العالم عام 1950. وعن سبب وفاة الريحاني فنجيب أصيب بالحمى، وأوصى الطبيب الخاص بيه بإحضار الاكتشاف الجديد من الخارج، وهو دواء البنسلين اللي كان بيلزم لإعداده وجود الطبيب المختص. في الوقت ده نجيب كان عايز يكتب وصيته ويسجلها في الشهر العقاري، فأمر بإحضار مندوب من الشهر العقاري عشان يكتب الوصية في عجالة، ولأن الطبيب المعالج اتأخر في الحضور طلب من الممرضة بإصرار وإلحاح شديد إنها تديله الحقنة، فقامت الممرضة بحقنه، وفارق الريحاني الحياة ضحية للبنسلين. وقال الريحاني في الرثاء قبل الوفاة ب15 يوم: مات نجيب، مات الرجل الذي اشتكى منه طوب الأرض وطوب السماء إذا كان للسماء طوب. مات نجيب الذي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. مات الرجل الذي لا يعرف إلا الصراحة في زمن النفاق، ولم يعرف إلا البحبوحة في زمن البخل والشح. مات الريحاني ب60,000 سلامة. وفي النهاية لم يمت الأسطورة وصانع الضحكات والابتسامات ما زال يضحكنا ويبكينا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. استنوا الفيديو الجاي معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.